أعزائي المشاهدين، ومع بعض نشوف بداية الرواية الثانية من القصة بين نادي السلوم الرياضي صاحب الأرض والضيافة ونادي الأهلي الضبعاوي. شفنا طبعا الشوط الأولاني كان فوق المتوسط وشفنا فيها أهداف، ولكن الكورة كانت أغلبية الوقت في وسط الملعب. كانت لاعيبة السلوم بتشتغل بشكل قوي جدا، وادي هجمة للسلوم اهي، لكن طلع بره الملعب ضربة مرمى. 1-1 نتيجة الشوط الأول بين نادي السلوم ونادي الأهلي. في ناس تقول لك أهلي الضبعة، وفي ناس تقول لك الأهلي الضبعاوي. وادي النجم النادي الأهلي أجويرو بيلعب ثرو باص كده جميلة، لكن دفاعات السلوم صحية جدا. الراجل رقم 17 واجويرو دوت عاملين دويتو جامد قوي. وما زالت الكوره في اقدام لاعبي النادي الاهلي. لاعيبه السلوم بيعافروا كده عايزين يجيبوها. طبعا شايفين فرق في الاحجام، وادي فاول فعلا لسه بنتكلم. هيشوطها ولا ايه؟ هيشوطها ولا ايه؟ وشوطه جامده لكن تخبط في الحيطه. وادي اجويرو كان عايز ياخدها مباشر كده لكن تقلش من على رجله. ضربه مرمى لنادي السلوم. الراجل بيرقص كده في منطقه خطر، بيلعب بالنار، لكن باصه طويله لكن متقنه. اجمل حاجه في لعيبه السلوم ان باصاتهم بنسبه كبيره جدا متقنه. ادي اللاين زمان بيشاور رمي التماس لنادي السلوم. الراجل كان عايز يستلمها كده ويباص من مره واحده. وادي لعيبه النادي الاهلي بيفكروا يلعبوا العاليه لكنهم اجسامهم صغيره. وادي الصلوب باص كده عمل فنت حلوه لزميله. هيعمل ايه؟ حلوه. هيرفع ولا ايه؟ يرفع ولا ايه؟ وفعلا عرض جميله لكن تعدي الكل بره منطقه الجزاء. وادي واحد تاني اهوت بيفكر تاني ولا ايه، لكن ضربه ركنيه النادي السلوم. تطلع ركنيه كمان، الركنيه الثالثه في الشوط الاول الثاني. وادي حلوه جوه جول. الهدف الثاني لنادي السلوم. وادي الاعاده اهي مع بعض. بص رماها بيده ازاي، ركنها بيده يا ابني، ما شاء الله عليك. الهدف الثاني لنادي السلوم على النادي الاهلي. ويا ترى النادي الاهلي كده بقى محرج اكتر من الاول. هل هيعمل ايه في الفترات اللي جايه؟ وادي شيله جامده كده لجوه. وادي في والله في برضه فرق اجسام اهوت في نادي الاهلي، لكن نادي السلوم بيلعب بارتياحيه اعلى. نتيجه الماتش الاولاني مع النتيجه الحاليه طبعا بتجمد قلب ذئاب الجبل او ذئاب الصحراء زي ما بقول عليهم نادي السلوم. وادي حصن الامان الحارس الدولي بيستنى بقى كده، هو كسبان من حقه. ادي اجويرو طبعا بيلعب بفكر اللاعبين المحترفين. وحارس المرمى بيشيل بايده ورجله جوه، شيله جامده. وادي دفاعات النادي الاهلي بتعاني كتير والله. دفاعات النادي الاهلي، وادي الراجل بياخدها لنفسه. هيعمل فيها ايه والله، لكن ضربه ركنيه. وفعلا ضربه ركنيه لنادي السلوم. وادي ركنيه كمان، بيطالبوا بركنيه. الحكم يقول ايه؟ فعلا كانوا بيطالبوا بكوره. وادي الضربه الركنيه الرابعه او الخامسه دي مش عارف. وحلوه لكن كان عايز يخدع الجميع كده، لكن طلع بره الملعب. ضربه ركنيه كده. عدد الركنيات بقى كتير، انا ما بقتش عايد. وادي طبعا كلنا سامعين توجيهات اللاين زمان بان الناس ترجع ورا. وادي رفعه جامده لكن بيستلم على صدره في الدفاع وبيشيل لبره. لا والله عايزين يطلعوا بهجمه. بيعجبنا انا فكر النادي الاهلي في الحته دي، ان هم عايزين يطلعوا من ورا بالهجمه، مش عايزين يشتتوا خلاص. عكس دفاعات نادي السلوم، لو رحنا عليهم بهجمه بيسيبها خالص ويكسب منها ضربه مرمى. نتيجه 2-1 لصالح نادي السلوم. طبعا الهوا كده حضراتكم سامعين، اجواء كانت يعني كنا نتمناها تمطر لكي تكون اجواء اوروبيه على الاراضي المصريه. وادي لعيبه السلوم سمع كلامه، بداوا يبنوا الهجمه من تحت اهو.
بيعتمدوا على بعض بشكل كبير وبيلاقوا بعض بشكل كويس جدا. رايح الراجل هيرفع ولا ايه؟ هيرفع ولا ايه؟ بيبص 2 على 1 وفعلا طلعوها منه ضربة ركنية. عدد ركنيات كبير وكتير لنادي السلوم، بصراحة بيشتغلوا كويس جدا. ضربة ركنية لنادي السلوم ورفع عالية، لكن ما تلاقيش حد خالص خالص خالص، وتطلع بره الملعب اوت لنادي الاهلي. بيشيل جوه كده، كان عايز يعمل تغيير ملعب لاجويرو. اجويرو طبعا صح، لكن الراجل المدافع اللي معاه بصراحه ربنا مش سايبه، قافل عنه ميه ونور. اجويرو بيسند على الدفاع، لكن مفيش حد خالص قدام النادي الاهلي، مفيش اي تيشيرت احمر. بيلعبوا نادي السلوم بارتياحيه زي ما قلت لحضراتكم. وادي اجويرو بيغمزها كده بسن الجزمه، لكن الحارس صاحي 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 صاحي. ياسر النيمو، برافو عليك يا ابني. وادي كده بيبدأ من تحت ويشتغل مع الهفاط. وادي كان عايز يعدي كده، لكن دفاعات النادي الاهلي صلبه بعض الشيء. فعلا والله انا شايف الدفاعات، لولا يقصد دفاعات النادي الاهلي لكان الحاله يبقى غير الحاله. وادي بارتياحيه جامده جدا، مفيش اي ضغط من النادي الاهلي على لعيبه نادي السلوم. وادي كان ثرو باص معمول يكسبوا منها اوت. رمي التماس لنادي السلوم. مش شايفين حاجه طبعا من معجبين نادي السلوم. وادي الحكم وقف ورجع الكوره عشان يرجع الناس، برافو عليك. حكم دولي بفكره عالي جدا. لاعيبه نادي السلوم خطفوها، لكن كان مدي تحت الفرصه. وادي النادي الاهلي كسب الفاول. بيفكر الراجل رقم 7 ده، انا متهيألي الراجل رقم 7 ده شغله كويس لكن ما خدش فرصته. لاعيبه السلوم مش مديه اي حد فرصه. وادي الراجل رقم 14 ده ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا ولد، كان محتاج يسند على حد من زمايله لكن ماليش حد. واربك حسابات دفاعات السلوم وطلعوها بره الملعب اوت. كان الراجل رقم 7 لسه بقول لحضراتكم عليه اهو. شيله جامده وفي ربكه كده في حسابات اللعيبه هنا وهنا. لعيبه نادي السلوم عايزين حلوه هجمه، خلينا نشوف الهجمه دي الاول. لكن الحارس النيمو وحش، حراسه مرمى نادي السلوم صاحي دايما الولد ده. سرد باكات الفريق بيعتمدوا، وفي ربط وفي تناغم بينهم وبين لعيبه وسط الملعب. عايز يفكر يعملها ولا ايه؟ لكن والله اصبحت في يقظه برضه عند لعيبه النادي الاهلي. وادي فاول بيحسبها الحكم على النادي الاهلي. هيلعبوها جوه المنطقه ولا ايه؟ لعيبه السلوم لسه بيفكروا مع بعض. فعلا شوطه جامده، لكن في ايد الحارس، بايد ورجل الحارس يشيل جوه نص الملعب. وادي هجمه تاني من السلوم، بيلعبوا على الاطراف حلو جدا. وادي ثرو لكن بره الملعب. ضربه مرمى للنادي الاهلي الضبعاوي. بياخدوا راحتهم بقى زي ما تقول، مش عايزين النتيجه تزيد، لان تقريبا زي ما انا شايف ان اللياقه البدنيه بتاعتهم بدات تقل جامد جدا. وادي في تغييرات حصلت في نادي السلوم. الراجل ابو شعر ده ما كانش موجود. الحكم كان مدي تحت فرصه، ولكن ادى الحق لاصحابه وقال لهم الفاول بتاعكم. الراجل كابتن الفريق بتاع نادي السلوم ده عاجبني قوي، بيلعب برجوله كده وبجديه، يعني ما شاء الله عليه. وادي الراجل رقم 14 بتاع نادي الاهلي بيشتغل بحرفيه عاليه، لكن بيشتغل لوحده دايما. وادي اهو لسه بقول لحضراتكم ما شاء الله عليه، كان هيخبط الكاميرا. وادي لعيبه النادي الاهلي بيسندوا على بعض ويشتتوها جوه جامد. الراجل اللي انا بقول لحضراتكم عليه الدفاع بتاع النادي السلوم اهو. وادي شوطه كده بدون عنوان وبدون تفكير اصلا، تخبط في لعيب النادي الاهلي وتطلع بره. وادي اللاين زمان بيحسبها اوف سايد ولا حسبها ايه؟ كرة لسه في الملعب. لعيبه نادي السلوم بيقولوا احنا كده مش عايزين حاجه ثانيه من اللقاء، ولاعيبه النادي الاهلي لسان حالهم بيقول ان احنا نطلع بنتيجه زي كده
كويس جدا بدل ما تبقى اعلى من كده. ولكن خلينا نشوف الدقايق الجايه هتسفر عن ايه. وادي اجويرو بهجمه قويه جدا، لكن الحكم صفر اداله الفاول. يا راجل كانت معاه تحت فرصه اجمل من الفاول اصلا. وبيشوطوا اي حاجه. دفاعات السلوم واحده واحده كده بينقلوا مع بعض، بيعملوا بقى كل الشغل اللي هم عايزينه وكل الشغل اللي هم الكباتن شغالين عليه في التدريبات. وادي ثرو باص جميله، ثرو باص، لكن الحكم قال ايه؟ قال اوفسايد، تسلل على نادي السلوم. وادي شوطه من لعيبه النادي الاهلي، الراجل بيحرسها كده، لكن والله في اخر لقطه بيشيلها. وادي دفاع النادي الاهلي كان عايز يستحوذ عليها لنفسه، وفعلا حصل، طلعتش منه اوت ولا حاجه. الله عليك يا ابني، ما شاء الله عليك، خدها من وسط اتنين وشوطه جامده. كان بيعتمد على ان اجويرو قدام، لكن اجويرو ما كانش قدام. وادي تم تبديل حارس النيمو ونزل حارس البديل. نرجو من الاعداد يجيبوا لنا اسمه. وادي شيله جامده، الراجل ابو شهر ده يعمل حاجه ولا ايه؟ هيعمل حاجه ولا ايه؟ انفراد، يا خبر ابيض، لكن الحارس والله شالها قبل منه. من الراجل لو كان مد رجله بس كده كان هيبقى فيها كلام تاني. الراجل رقم 14 تقريبا بيلاعب السلوم لوحده، وفعلا الحكم تعاطف معاه واداله فاول وشيلها كده من مره واحده. دفاعات السلوم ولسه مفيش اي ربط بين لعيبه النادي الاهلي وبعضهم، بيعتمدوا على اماكنهم بس، انما مفيش اي ربط ولا في تناغم بين الفرقتين بين اللاعبين في فريق النادي الاهلي. وسمعنا اسم مجدي كتير، الظاهر السرد باك اللي نزل اسمه مجدي جنب السرد باك اللي هو كابتن الفريق. وادي هجمه لنادي السلوم، هيعملوا منها حاجه ولا ايه؟ وطلعت ضربه ركنيه، ضربه ركنيه نادي السلوم، ارفعها جامده وجول جول جوه الجول، جول جول جول. خدعت الحارس وخدعت الجميع. الله عليك، تسلم رجليك. الهدف الثالث لنادي السلوم اهي في الاعاده اهي، نبص كده ونشوف. خدعت الحارس بشكل ظريف جدا. والله يا ابني مش عارفين نقول لك ايه. هو اكيد مش هيسامح نفسه على الغلطه دي، ولكن في النهايه النتيجه 3-1 لصالح نادي السلوم. النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي اصبحوا محبطين اكتر من البدايه واكتر من الاول. هذا السرد باك اللي لسه بقول لحضراتكم عليه، الراجل كابتن الفريق ده فعلا كابتن الفريق ويستحق الشهر عن جداره. راجل بيلعب بكل رجوله وبكل قوه، ما شاء الله عليك يا ابني. وادي رمي التماس للنادي الاهلي، لكن طبعا غاب من ثقان لاعبي نادي السلوم. وادي ضربه مرمى لنادي السلوم، لكن اقطاعها ما شاء الله. الراجل رقم 14 ده عجبنا انا الصراحه في تيم نادي الاهلي. اجويرو مش ظاهر قوي الماتش ده، وادي بيدور على حد كده اجويرو لكن مش لاقي. الراجل بيشوط كده اي حاجه في اي حاجه وخلاص بيتخلص من الكوره. وادي حارس المرمى براحته خالص، فايز 3، مش عايز حاجه تاني من الماتش ولا عايز حاجه تاني من اللقاء. بيشيل بايده ورجله جوه. هتكون هجمه تاني للسلوم ولا ايه؟ الراجل بيلف حوالين نفسه، هيعمل ايه؟ لكن بيشوط كده وتخبط، والحكم بيحسبها اوفسايد ويشيل جامد. وادي دفاعات النادي الاهلي فعلا يعني متحملين حمل الجبال. رمي التماس لنادي السلوم، ولاعيبه السلوم والله بيشتغلوا براحتهم جدا. وحسبها ايه؟ تسلل للنادي الاهلي على حساب نادي السلوم. وادي كوره جوه كده في نص الملعب، لكن سيطروا عليها كالعاده نادي السلوم. وادي الراجل رقم 14 ورقم 7 عاملين دويتو كويس. وهشوط ولا ايه؟ يا راجل خطفتها من قدامه، هوبا، خبر ابيض، يا خبر ابيض. ويشيل الحارس البديل. عندنا في السلوم الاساسي زي البديل، مفيش اي اختلاف بين الاثنين. ده بيتعملق وده بيتألق، وده بيرسم اسمه وده بيكتب اسمه، ما شاء الله عليكم. وادي اجويرو يرفع الضربه الركنيه، رفع اجويرو حلوه، خبر ابيض، لكن الحارس على مرتين هيجيبها ولا ايه؟ وفي دربكه جامده جدا، لكن دفاعات السلوم تشيل. الراجل ده بيعدل لنفسه عايز يشوط، لكن ما ادالوش الفرصه. والله هيبداوا الهجمه المرتده ولا يعملوا ايه؟ هيبداوا الهجمه المرتده فعلا.
وثرو باص جامد جدا، و2 على 1، 2 على 2، 2 على 2، وطرفت منه خالص. عايز يكسب منها حاجه وفعلا كسب منها رمي التماس. رمي التماس لنادي السلوم، وعايز يشوط لكن ضعيفه في ايد الحارس، ايد ورجل حارس المرمى جوه. وادي الراجل رقم 7، النجم رقم 7. وادي اعزائي المشاهدين صفرة انتهاء الشوط الثاني.